ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. رجعت لكم تاني، والنهارده في الفيديو هكلمكم عن مشترياتي من ايفون. اول حاجه جبتها هي الماسكارا دي. اسمها ايه؟ اسمها بيج دارلينج فوليوم ماسكارا. الماسكارا دي حلوه جدا، فرشتها عامله كده زي ما انتم شايفين ان هي مايله، فبتخليكي تقدري تعملي الرموش الكبيره والرموش اللي هي اللي جوه داخل العين. واتر بروف، السواد بتاعها حلو جدا ومش بتهبب تحت العين لو قعدتي بيها فتره طويله. وكمان كثافتها حلوه قوي زي ما انتم شايفين فرشتها عامله كده، فكثافتها بجد فظيعه. سعرها كام؟ انا كنت جايباها ب60 جنيه. ناس كتير سالوني انت بتشتري الميك اب بتاع ايفون منين؟ انا بشتريه من جروب على الفيسبوك. صاحبه الجروب بنوته عسوله جدا، انا هسيب لكم لينك الجروب تحت. هي بتعمل عروض حلوه قوي، وبجد لازم تنتهزوا فرصه العروض لانها ممكن تنزل لغايه 50% يعني. فركزوا بجد في الجروب هتلاقوا حاجات حلوه كتير قوي. تاني اسمها ايه؟ اسمها بيج دارلينج فوليوم ماسكارا. تاني حاجة انا جبتها هو الايلاينر ده. اسمه ايه؟ اسمه جلامر ستيك ايلاينر زي ما انتم شايفين. هوريهولكم من جوه. اولا احلى حاجة فيه ان هو مش بيتبري، انا ما بحبش النمر اللي هي بتتبري. شايفين؟ حلو جدا، سواده بجد فظيع. انا هعمل لكم عليه سواتش. بيدي منظر حلو قوي في العين، وسواده حلو يعني، وكمان طري قوي، فتقدري تتحكمي فيه بسهوله ان انت تحطيه ككحل وفي نفس الوقت تحطيه كايلاينر. وكمان ميزته كمان ان هو مش بيسيح. هعمل لكم سواتش واوريهولكم شكله ايه بالظبط، لونه عامل ازاي. زي ما انتم شايفين انا عملت لكم سواتش عليه. حلو جدا، سواده بجد تحفه وبيثبت وطري جدا على العين. ده كان سعره كام؟ ده كان سعره 35 جنيه، برضو كان نازل عليه عرض. بس بجد حلو جدا هو الوانه، يعني ادخلوا على الجروب وبجد فظيع، حلو قوي. عيبه بس الوحيد ان هو طبعا بيخلص بسرعه، دوت عيب في كل الايلاينرز اللي هي مش بتتبري. بس انا ما عنديش مشكله يعني، ده مش مؤثر معايا قوي. بس هو يعني مش هيقعد معاكي فتره طويله يعني. بس طبعا حاجه قصاد حاجه، بس بجد فعلا اكتر من رائع. وانصح اي بنوته لسه بتحط ميك اب جديد ان هي لازم تجرب الايلاينر هقول لكم على اسمه تاني. اسمه اهو جلامر ستيك ايلاينر. تمام اهو. نيجي للحاجه اللي بعد كده اللي انا جبتها. هي دي. ايه دي؟ دي باليتة اي شادو. اسمها ايه؟ اسمها ترو كولر. هجيب لكم برضو عشان تبقوا عارفين اسمها بالظبط. دي اسمها تراي كولر اي شادو كات. تمام، حلوة بجد جدا. عجبني فيها ان هي فيها المات وفيها الجليتر. البيجمنتيشن بتاعها حلوة قوي. وكمان اللوك للناس اللي ما بتحبش ان هي تعمل سموكي باللون الاسود، هتبقى حلوة قوي جدا بالنسبة ليهم الالوان الموفات دي. وزي ما انتم شايفين هي مترقمة 1 2 3 4، وهم هنا في العلبة كاتبينلك كل حاجة تحطيها فين، يعني مكان تحطيها، ايه اللي هتحطيه تحت حواجبك، ايه اللي هتحطيه عند كورنر في العين جوه. واصفينك بالظبط ازاي تستخدمي كل لون يعني. فبجد حلو جدا. وفي هنا منها المات وفي الجراتر، فبجد فظيعة. وعندك الابيض ده بتعملي بيه اضاءة تحت العين. فبجد البالت دي حلوة جدا جدا. جبتها بكام؟ دي كانت ب75 جنيه. تمام. وكمان الحلو فيها قوي للناس اللي بتحب تعمل كذا لون في بعض وتدخل الوان كتير، ان هي بفرشة الدمج بتبقى سهل قوي ان انتي تدمجي كذا لون مع بعض. يعني تدمجي مات مع تشمري، بيديكي لوك حلو قوي. طبعا هي في منها كذا لون، فيعني ادخلوا برضو على الجروب عشان تعرفوا الالوان ايه. وانا عجبني قوي كمان الباكجينج بتاعها، يعني علبتها حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده. وعجبني قوي ان هي المرايه بتاعتها، فهي ممكن تقدري تحطيها تستخدميها بره يعني، فجميله قوي. اوكي. الحاجه اللي بعد كده اللي انا جبتها هي الباليت دي. دي برضو باليت اي شادو. تمام اهي. اسمها لاتر ريد دريس هوليود. حلوه جدا جدا. ايه بقى الحلو في الباليت دي؟ الحلو في الباليت دي ان انت ممكن تستخدميها كاي شادو، وممكن تستخدميها كبودره للحواجب. يعني زي الالوان دي، يعني مثلا الابيض ده لو احنا استخدمنا اللون الابيض مع اللون ده اللون البني اللي على اليمين، ده بيجمنتد ومش جلاتري يعني مات. فممكن بفرشة الحواجب اللي هي المايلة ان انت تستخدميه تحددي بيه حواجبك. وتحت الحواجب عشان تحددي برضو منظر الحواجب هنستخدم
اللون الابيض او الاوف وايت ده، بجد بيبقى تحفه. وفي نفس الوقت اقدر استخدمها كاي شادو، اعمل لوك سموكي برضو بلون بني بدل من الاسود، لان في ناس كتير ما بتحبش ان هي تعمل سموكي باللون الاسود، فده بيبقى حلو قوي، بيبقى ناتشرال وممكن تحطيه الصبح. الالوان دي بجد، الاربع الوان دي مع بعض لما تدمجيهم مع بعض بيبقوا بجد تحفه، وكمان هتقعد معاكي فتره طويله جدا، وفي نفس الوقت هتبقي استفدتي ان انت استخدمتيها في حاجتين، كاي شادو وك يعني للحواجب كمان. وبرضو تقدري تاخديها معاكي فيها مرايه، وبيبقى فيها برضو فرشه زي التانية، شكلها عامل كده، شكلها جميل قوي وبجد مفيدة جدا جدا. وبرضو دي كان سعرها 75 جنيه بس، بجد مفيدة قوي لان هي دلوقتي انت استخدمتيها استخدامين، فبجد حلوة جدا. اوكي، نيجي للحاجة اللي بعد كده، هي دي. هتكلم الاول عن دي، ايه دوت، هجيب لكم اسمها بالظبط. دي كالر كوريكتور، مفروض يعني ان ده دي حبيبات كده، تمام اهي. اوكي، المفروض ان هي كذا لون في بعض، لما انتي بتستخدميها فرشة البلاشر وتحطيها على وشك، مفروض ان هي بتظبط الاضاءة وبتعمل لايتنينج كده وبتوحد لون البشرة، ده المفروض. بس انا بصراحة ما لقيتش كده خالص، حسيت ان هي خفيفة قوي، اضاءتها مش ظاهرة. يعني انا كنت جبت لو حطيت الاي شادو الابيض على مثلا على مناطق الاضاءة كانت هتديني تأثير احسن من كده، وفي نفس الوقت كان سعرها برضو مش رخيص يعني. فلا بجد ما انصحكوش ان انتوا تجيبوا الباليت دي، لان هي انا شايفة ان هي تأثيرها مش حلو بالنسبة كإضاءة، يعني كهايلايتر لا تأثيرها مش قد كده، يعني بيدي كده لمعان بسيط قوي، يعني تقدري تعمليه بأي اي شادو ابيض عندك يعني، فما انصحكوش ان انتوا تجيبوها يعني. اوكي، شكلها عامل كده. الحاجة اللي بعد كده اللي انا جبتها هو ده بقى حلو جدا جدا. اول حاجة اسمه ايه دوت الكونسيلر ستيك، كونسيلر ستيك كوريكتور، تمام. شكله عامل كده، افتحهولكم من جوه، عامل كده اهو زي ما انتم شايفين، حلو جدا بجد. اول حاجه انا بحب قوي الكونسيلر ستيك علشان ما يسحش مني يعني. تاني حاجه بيبقى بيجمنتد، فانا بحطه فوق الفاونديشن عشان يعمل اضاءه حلوه. الحاجة اللي بعد كده ان هو بيقعد معايا فترة طويلة، يعني مش بيخلص بسرعة، وسعره حلو جدا. انا كنت جايباه ب35 جنيه، فده يعتبر كلام فاضي بالنسبة للبراندات العالية. الحاجة الوحيدة بس هو عيب فيه ان الناس اللي بشرتهم جافة مش هيبقى حلو جدا، يعني هو عايز الناس اللي بشرتها عادية او مختلطة، لان هو طبعا كل الكونسيلر الستيك بتبقى فيه مشكلة مع بالنسبة للبشرة الجافة، يا اما تستخدميه مع كريم مرطب بحيث ان هو ما يعملكيش قشرة او يعملك خطوط تحت عينك، لان الناس اللي بشرتهم جافة بيبقى عندهم المنطقة اللي تحت العين دي جافة جدا وفيها خطوط، واي كريم لو حطيتي اي حاجة ستيك، حتى لو استخدمتي فاونديشن ستيك هيكلكع تحت عينك، فما انصحكيش ان انت تستخدمي لا كونسيلر ستيك ولا فاونديشن ستيك للناس اللي بشرتهم جافه. اخر حاجه بقى جبتها من ايفون، ودي بجد احلى حاجه انا جبتها وفرحانه بيها جدا، هي ديت. ايه دي؟ دي ميه الورد اللي من ايفون، شكلها عامل كده، جميله خالص، حلوه قوي. اول حاجه اقول لكم سعرها كام، دي ب15 جنيه، وانا برضو الحاجات دي كلها جايباها من على الجروب، وانا برضو انزلوا تحت اعملوا سبسكرايب وبرضو ادخلوا على الجروب، لان بجد يعني بنوته صاحبه الجروب بتعمل عروض رائعه يعني. فدي سعرها حلو جدا، وعلى فكره بتقعد فتره طويله قوي. وبرضو انا هعمل لكم اسيب لكم لينك تحت ايه هي استخدامات ميه الورد وانا بستخدمها في ايه، لان هي بجد مهمه جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب، واستنوني في الفيديوهات اللي جايه هقول لكم على معلومات حلوه كتير. باي باي، وما تنسوش تنزلوا تحت علشان ناس كتير جدا سالتني انا بجيب الحاجات دي منين، فانزلوا تحت سايبالكم لينك الجروب اللي انا بشتري منه الميك اب من ايفون. باي باي، واستنوني الفيديو اللي جاي.